ال10 جنيه تمثيلية من تأليف أحمد حلمي. ال10 جنيه تمثيلية من إخراج محمد عثمان. انت متأكد يا سليمان انها كانت معاك امبارح؟ طبعا متأكد يا عزيزة، تمام زي ما انا متأكد ان اسمي سليمان. انا حاططها بايدي على الدلسوار ده اهو جنب الساعة، وكان معاها جواب وتلغراف من اخوك عبد الخالق ونسخة من مجلة الإذاعة. انا ما كانش يهمني لو كانت الحاجات دي كلها ضاعت، لكن ورقة ب10 جنيه ما هياش حاجة بسيطة. استغفر الله يا شويش. مفهوم يا فندم مفهوم، بس تسمح سيادتك تقول لي امتى لاحظت انها مش موجودة؟ من قيمة ساعة واحدة بس، وعلى طول رحت مبلغ الاسم فحضرتك جيت. انا اصلي ما احبش اضيع وقت، وخصوصا في ظروف زي دي، لانه اذا كانت انسرقت وهو ده اللي انا بعتقد ومتاكد منه، يبقى الافضل اننا نتخذ الاجراءات بسرعه قبل الحرامي ما يتصرف فيها. طبعا مظبوط يا فندم مظبوط، ده كلام سليم. على العموم انا لسه برضه محتاج لشويه تفاصيل اكتر من كده. ان شاء الله هنلاقيها باذن الله. وعرفتوا منين انها انسرقت؟ ابوك يا ستي بيقول انها كانت في ظرف ومحطوطه على الدلسوار مع شويه جوابات. ايوه امبارح الصبح وهي دلوقتي مش موجوده. على الدلسوار ده اهو. ايوه ده اهو. طب ما في شويه جوابات اهم، دورتوا فيهم؟ دورنا ولا لقيناش حاجه. الله، ده تلغراف خالي عبد الخالق اهو. ما تنساش يا بابا انه جاي النهارده. سأصل الساعة 12، لا تنتظروني على المحطة. ودلوقتي الساعة 12:30، يعني زمانه جاي. اعمل معروف يا بابا، ما تقولوش على حكاية ال10 جنيه دي لحسن يتضايق، وانت عارف انه جاي ينبسط ويقعد عندنا يومين. انا مالي، انا يقعد يومين ولا يقعد 3؟ يعني اسيب ال10 جنيه تضيع كده وانا ساكت؟ واحنا هنعمل ايه يعني؟ اهي ضاعت وخلاص، ومصيرها برضه تتلاقي. هي دي يعني حاجة غريبة؟ ما احنا بيضيع مننا حاجات كتيرة قوي وفي الاخر برضه بنلاقيها. ايوه لكن دي لا، دي مش ممكن هتتلاقى ابدا. علشان ايه؟ علشان اتسرقت. ما هو مفيش فايده من الكلام ده ابدا. لما اقوم اوضب لخالك عبد الخالق اوضته اللي هينام فيها. عن اذنك يا شويش. اتفضلي يا هانم اتفضلي. ودلوقتي بقى تسمح لي يا استاذ سليمان عين البيت، يمكن اقدر الاقي حاجه تساعدنا في معرفه الحرامي. مفيش مانع، اتفضل. هو يا ترى في البيت ده شغالين؟ طبعا في. طيب انا كنت احب انهم ما يعرفوش انا جاي علشان ايه، لانه اذا كان واحد منهم هو اللي سارق يبقى الاحسن انه ما يشكش في حاجه، لحسن بعدين يتصرف في ال10 جنيه. وهو كذلك يا شويش. اتفضل من هنا. السلام عليكم. خالي عبد الخالق، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا خالي اتفضل. اهلا بيك يا بنتي. يا سلام يا سناء يا بنتي، اما حته دي مشوار انما سخن بصحيح. اهلا سي عبد الخالق، الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك. امال فين اختي عزيزه؟ فوق بتوضب لحضرتك الاوضه. دقيقه واحده لما اطلع عندها لحضرتك. ما تنساش يا بابا اللي اتفقنا عليه. ها وازيك انت يا سليمان؟ سليمان مين فين؟ الساعه كام؟ ليه ازاي؟ ايه في ايه؟ بقول لك ازيك، ساعه كام ايه؟ الله يسلمك. وازاي عزيزه؟ عزيزه مين؟ عزيزه مين يا نهار اسود؟ عزيزه مرات. ايه حكايتك؟ ما تفهمني، مالك سرحان كده ليه؟ يوه لا مؤاخذه يا عبد الخالق، انا اصلي مخي مشغول شويه. مشغول في ايه؟ في موضوع كده انما مضايقني شويه. طب ما تقول لي عليه يا اخي، مش يمكن اقدر اريحك. اصل يا سيدي بالعربي كده اتسرقت مني ورقه ب10 جنيه. 10 جنيه؟ ايوه من الاوضه دي، كانت موجوده امبارح، النهارده راحت خلاص للاسف. مش قادر اعرف مين اللي سرقها. قلت لي عشان كده بقى. انا الاخر كنت بقول ايه اللي جابه هنا ده؟ هو مين ده؟ العسكري اللي في الجنينه. انا يا سيدي اصلي ما حبيتش اضيع وقت، بلغت الاسم على طول، راح باعتين لي العسكري ده. لا عملت طيب برضه. ايوه بس عزيزه مش مصدقه انها اتسرقت، مع ان مفيش في الدنيا ورقه ب10 جنيه بتخرج كده من الباب لوحديها. ضروري يكون حد خدها وياه، لازم حد يكون خدها. والغريبه ان انا مش قادر اعرف هو مين ده. وغريبه ليه بقى؟ ما هي حاجه طبيعيه. هو يعني الحرامي هيسيب لك اسمه وعنوانه بعد ما يسرق؟ اهلا وسهلا أهلاً، وسهلا. أهلاً. الحمد لله على السلامه يا عبد الخالق. الله يسلمك يا عزيزه يا اختي. على فكره يا خالي، ماما وضبت لك الاوضه البحريه عشان تبقى بعيده عن اوضه بابا وتقدر تاخد راحتك فيها. ايوه اعملي معروف لحسن سليمان ما يبطلش شخير طول الليل. ايه الدعايه السيئه دي؟ خلونا احنا في موضوعنا. ايوه صحيح، سليمان كان بيقول لي دلوقتي على حكايه ال10 جنيه. كده برضو يا بابا؟ مفيش فايده يا بنتي، مفيش فايده. مش عاوز يطلع الحكايه دي من مخه ابدا، مع اننا قلبنا البيت النهارده الصبحيه حته حته وبرضه ما لقناهاش. ومش معقول ابدا ان يكون حد من الشغالين هو اللي سرقها. لا مؤاخذة يا ست هاني. عاوزه ايه يا انيسه؟ اللبن اللي على النار يا ست. ماله يا بنت؟ بيغلي. طب ومستنيه ايه يا بنت؟ ما تروحي تشيليه من على النار. مش لما اسال حضرتك الاول. هي دي عاوزه اسال يا انيسه. يا بنت روحي الحقيقه قبل ما فور ويندلي يا بنت. ما هو اتدلق يا ست. هي
الله ما شاء الله، وسايبه القطه تشرب في اللبن وجايه على هنا. طب وانا هعمل ايه يا سيدي؟ ما انا كنت حماله باكلي وراها واكلي وراها وبعدين ما لحقتهاش. القطه دي هتكنني خالص والله يا ستي. اكتر ما انت مجنونه يا منيله. روحي يا بنت شيليه من على النار وامسحي اللي اندلق في الارض يا بنت. حاضر يا ستي. ولا اقول لك استني يا بنت، استني احسن تلبخي، انا جايه معاكي. حاضر. عن اذنك يا اخويا، اما اروح اشوف البت عملت ايه. عن اذنك. اتفضلي. الا حكايه القطه دي رخره، البت انسه دي عبيطه خالص. يا ترى بتشك فيها يا رخره يا سليمان؟ ايه اللي بشك فيها؟ وليه لا؟ مش جايز تستهبل وتسرقهم؟ على العموم يا عبد الخالق انا مش ممكن هستريح الا لما الاقي الحرامي. هو انت ابتديت تدور عليه؟ لا لسه، عشان انا ما عرفتش انها سرقت الا من ساعتين. يعرف ان في 10 جنيه سرقت؟ لا ما فيش غير عزيزه وطبعا سناء. يعني ما فيش حد في البيت يعرف ان في سرقه حصلت هنا؟ في طبعا الحرامي نفسه. كويس قوي. قول لي يا سليمان. نعم. الا انت بتعتقد في المثل اللي بيقول اللي على راسه بطحه يحسس عليها؟ يا اخي انا مش فاهم قصدك ايه. انا قصدي ان انا شخصيا بعتقد في المثل ده، لاني لما باجي اطبقه وخصوصا على الناس البسطاء بجد انه سليم 100%. يعني لما نوضع الشخص في موقف هو مش قادر يفهمه تلاقيه يخاف ويفقد اعصابه ويعترف بكل بساطه. انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه بالظبط. دي مجرد فكره طرقت على ذهني دلوقتي. نعم. الخوف زي النار تمام، سلاح بحدين، ممكن انه يخدمك وممكن انه يحرقك. انما انا حاليا مش محتاج الا الناحيه واحده بس، وهي الناحيه اللي بتخدم. هستعمل السلاح ده وهخليه خادم امين ليا، يعني بالعربي هخليه يكشف لي السارق في لحظه واحده. قصدك يا خالي انك تخوف الحرامي وتخليه يعترف؟ بالظبط يا انا كل الفلسفات دي ما تهمنيش، انا يهمني ال10 جنيه. لكن هتخوفه ازاي؟ انا اقول لك يا سيدي. شوف بقى. يا خراب. لا لا. ايه انت دي هتجنني يا اخوان. يوه. مش ممكن حد في الدنيا يقدر يستحملها ابدا. تصور اني رحت ما لقيتش ولا نقطه لبن في البراد، وكل ما اكلمها تقول لي مش لما اخد منك اذن الاول يا ستي. دي البعيده مخها زي الحجر. بس اهي دي تبقى عينه كويسه لتجربه الاستاذ عبد الخالق. تجربه؟ ايوه يا ماما، اصل خالي عبد الخالق هيلاقي لنا الحرامي اللي سرق ال10 جنيه. هو انتم لسه برضه ماسكين في الحكايه دي؟ ما تفضوها سيره بقى. قوم يا عبد الخالق يا اخويا، قوم اغسل وشك كده وفوق من تراب السفر. استني بس يا عزيزه، مش لما يقول لنا هنعمل التجربه دي ازاي؟ مش وقته دلوقتي يا سليمان، خليه يستريح الاول شويه. يلا يا عبد الخالق، يلا يا اخويا اطلع اغسل وشك وغير هدومك. ايوه حاضر يا ستي، عن اذنكم دقيقه واحده هطلع اغير هدومي وانزل لكم حالا. اتفضل يا اخويا. يا الف اهلا وسهلا يا عبد. قول لنا بقى يا عبد، هتمسك الحرامي ده ازاي؟ بالخوف. نفهم. او بمعنى اصح هخليه يشعر بالخوف. هستغل سذاجته وغباوته وانصب له فخ واقعد بقى راقب النتيجه. يعني ايه؟ مش فاهمه. ولا انا. يعني اذا نفذتم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بحذافيره من غير اي معارضه ولا سؤال، اقدر اوعدكم باني اسلمكم الحرامي ده الليله دي قبل الساعه 12. على الله. وافقتم؟ ايوه مفيش مانع بس نعرف الاول ايه هي التجربه. شوفوا بقى. انتوا اولا تجمعوا لي كل الشغالين الموجودين في البيت الليله دي الساعه 8:30 بالظبط. اجمعهم لك فين يعني يا اخويا؟ في اي حته، بس المهم انها تساعدهم. اقدر اجمعهم لك هنا في اوضه السفره دي. خلاص اتفقنا، الليله دي هنتقابل هنا كلنا في الاوضه دي الساعه 8:30. ايوه مفيش مانع بس احنا لسه لغايه دلوقتي ما عرفناش ايه اللي انت ناوي تعمله. ما انا جاي لك اهو يا ما تجيلي يا اخي وتقول بقى. انا اولا هحتاج لطبق فخار كبير. تقدر تجيبي لي ده يا عزيزه؟ طبق فخار كبير؟ موجود يا اخويا، بس هتعمل بيه ايه؟ ايوه صحيح، هتعمل بيه ايه يا خالي؟ هتعرفوا بعدين. وهحتاج كمان يا ستي لديك صغير. ديك صاحي؟ ايوه صح. الظاهر ان احنا هنعمل ظاهر اقول لكش تكونش عاوز لك كمان معزه من غير ودان ولا خروف اسود منقط ابيض. لا انا ما بهزرش يا جماعه، انا بتكلم جد. وعاوز كمان يا ستي شمعه واحده. شمعه؟ او بقى اسبوع. الله، دي هتبقى حفله مسليه قوي. والنبي تقول لنا يا خالي هتعمل ايه؟ يا اخويا قول لنا. هو ده معقول ان الحاوي يكشف ورقه قبل ما يلعب؟ هتعرفوا كل حاجه الساعه 8:30. استنى لغايه الساعه 8:30. قولوا لي بقى، الباب ده يودي على فين؟ بيودي على الصاله يا اخويا، انما الباب التاني ده بيودي على المطبخ. يعني لو خرجت من الباب اللي يودي على الصاله ده ومشيت في الطرقه وحودت على اليمين،
اقدر اوصل للمطبخ، تقدر قوي يا اخويا. ومن المطبخ اقدر ارجع تاني هنا من الباب ده. ايوه، يعني اللي يخرج من الباب ده يقدر يلف ويرجع هنا من الباب التاني ده. يبقى خلاص اتفقنا، الاجتماع هيكون هنا الساعة 8:30، ومن دلوقتي لغاية الساعة 8:30 مش عاوز حد من الشغالين يخرج من البيت بتاتا، فاهمين؟ فاهمين يا اخويا. وانت يا عزيزة ما تنسيش تحضري لي الطبق الفخار والديك والشمع. لا يا اخويا ما تخافش، مش هنسى ابدا. لكن تفتكر يا خالي انك هتقدر تمسك الحرامي؟ والله يا سناء يا بنتي ده كله متوقف على الطبق والديك والشمع.